السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس وبصحه جيده. انا راني لاباس والحمد لله. كما راكم تشوفوا شاركت معكم وجبه العشاء اللي كانت شوربه في المثال، وراح نشارك معكم وصفه المطلوع اللي كنتوا طلبتوها مني بمقادير مضبوطه. اقعدوا معايا لاخر الفيديو. اللي مش مشتركه في القناه تشترك وديروا لنا جيم لا فيديو لكي تعم الفائده. إذا البنات نحتاجو 2 كيلات سميد متوسط، نحتاجو بنفس الكيلة اللي كيلنا بها السميد فارينة مغرف ونص تاع خميرة تاع خبز مغرف تاع قهوة ملح، وبنفس المغرف تاع القهوة درت سكر. هنايا خلطت المقادير الجافة كامل مع بعضها وكنت لميتها بماء دافي. هاوليكم القوام اللي تحصلت عليه، ما دلكتها ما والو البنات، وهي كيما هكا كنت درتها في ورق بلاستيكي وخليتها تخمر لي. رحت مباشرة للشوربة نتاعي، كنت حطيت طريفات الدجاج يتقلاو لي، ودرت لهم راس تاع بصل وثوم. بالنسبة للتوابل اختيارية، أنا درت راس حانوت وقرفة وفلفل هذاك الأحمر القاوج. نشتي نلوحو هو الأول باش يطلق لنا الحرارة. يبقى الفلفل هذاك الأخضر نخليه مع الأخر، خلاص نطلقو يطلق لي البنة برك لأنه ماهوش حار. هنا كنت ضفت حبيبات تاع حمص، درت شوية تاع ماء باش ما يلصقليش هذاك الثوم والبصل في القاع تاع القدرة نتاعي، ورايحة نخليهم يتقلاو لي بيان حتى تذبال يذبال لي هذاك البصل. هنا البنات بعد ما خمرت لي العجينة نتاعي، هاي لكم كما راكم تشوفوا، رايحة ندلكها نعطيها شوية جهد ونغطيها ونخليها. هنايا بعد ما دلكتها وعادت رطبة معايا، ما بقاوش هذوك الحبيبات تاع السميد. هاوليكم القوام يعني اللي تحصلت عليه. كنت عاودت خليتها تخمر لي للمرة الثانية، ورحت للبرمة نتاعي درت المغرف تاع طماطم مصبرة كما راكم تشوفوا، ورايحة نمرق على الشوربة نتاعي. بالنسبة للخميرة أو المطلوع البنات، احنا في المنطقة تاعنا نقولوا خميرة. ما باليش نتوما في المنطقة تاعكم، يعني كاين اللي يقول مطلوع، كاين اللي يقول خميرة، ليسونسيال النتيجة واحدة. أنا نتعامل معها البنات كأني نطيب في البريوش، نخليها تخمر لي قد ما نقدر باش تجيكم مفشفشة وخفيفة. هنايا البنات بعد ما خمرت لي للمرة الثانية، كنت قسمتها جاوني 4 خبيزات أو 4 مطلوعات. كنت درت في الجفنة هذاك السميد، وكما راكم تشوفوا لوزتهم، وهنايا راني نرمط فيهم في السميد هذاك باش كي تقرصوهم ما يلزقولكمش. هنايا كنت قرصتهم البنات، وديجا وانا نقرص فيهم كانوا داروا لي هذوك الفقاعات. شوفوا هاوليكم البنات، ما على باليش اسكو يبان معكم ولا لا. انا ديجا راهي بدات تطلع لي، بدات تخمر لي، ولكن انا نعطيها وقتها باش تجيني مليحه. كنت لوحت الشوربه في المثال تاعي، مجرد ما هزت لي البرمه هذيك الغاليه وراح نغطي عليها ونخليها. هنايا كانت هزت لي الغليه البنات، كنت لحت لها الفلفل كما راكم تشوفوا، راح نغطي عليها نخليها حتى تخثر لي بيان وندير لها شويه حشيش او دبشه. احنا نقولوا دبشه البنات. ندير لها شويه نعناع جاف باش تجيني بنينه. بالنسبه للمطلوع البنات، هاوليكم هنايا ما باليش يبان معكم ولا لا. خلاص هنايا كان خمر لي صاي سي بون. كنت رايحه نلوحو في الطاجين. هاوليكم البنات، الطاجين تاعي كان سخن كما كنت قلت لكم، انا نصبته عليه بكري باه يسخن لي باسكو راني نطيب فوق الكوشه، ما عنديش طابونه. والشوربه تاعي كانت خثارت لي وصاي لحت لها الدبشه. بالنسبه للسميد اللي رايحين يسقسوا لي، هاوليكم اسمه البركه، جاي متوسط، ماهوش ارطب بزاف وماهوش احرش بزاف، متوسط البنات. ها هو لكم، ما على باليش اسكو متوفر في المنطقه تاعكم ولا لا. هنايا ها لكم المطلوع نتاعي كنت نطيب فيه، وها هي لكم النتيجه النهائيه بعد ما قطعته. جاني يعني احمر فش خفيف، يعني ما حطيته طارو به. هاي لكم النتيجه النهائيه تاع المطلوع نتاعي البنات. كما كنت قلت لكم، هنايا كنت مازال ما قطعتوش. ها هو لكم، هذا قبل ما نقطعه. هاي لكم النتيجة نتاعو كيفاش. وهذه الشوربة فرميسال نتاعي بعد ما حطيتها. كنا رايحين نتعشاو. اذا كانت هذا هو الفيديو تاع اليوم البنات.
اللي حابة تزيد تشوف روتينات أو وصفات أخرى، إلى نقول لك إلا ما كنتيش مشتركة في القناة اشتركي وديري لنا جيم لا فيديو باش تطلع يطلع الفيديو تعم الفائدة. خلوا لنا تعليق جميل كيما نتوما حبيباتي. والفيديوهات القادمة إن شاء الله ما زلت راح نزيد نشارك معكم، يعني ماشي القناة ماهيش مختصة فقط في الطبخ، راح نشارك معكم بما إني خبيرة تجميل بالأعشاب الطبيعية. يعني القناة راح تكون متنوعة، فيها طبخ، روتينات، فيها وصفات بالأعشاب الطبيعية بالتأكيد يعني ناجحة ومجربة. راح نشارك معكم مشاريع كذلك منزلية لربة البيوت. لهذا نقول لكم ما تضيعوش الفرصة. اللي مش مشتركة في القناة تشترك. وهذه هي حبيباتي، نقول لكم سلام وتهلاو لي في رواحكم.